الرضا إنك تستغنى عن كل شيء، واللي يجيلك تقول الحمد لله وتكون راضي بيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بالمقسوم لك وافرح بيه، هتلاقي حياتك أجمل حياة، هتعيش زي الملوك. كن ملك بما قسمه الله لك. طب إزاي أساعد نفسي إن أنا أقلل مقارنات الناس لو أنا عندي مشكلة المقارنة؟ أول حاجة، خليك واعي إن أنت بتقارن نفسك بالناس، خلي عندك معرفة أنا بقارن نفسي بالناس. طيب، تاني حاجة، بدل أفكارك من سلبي لإيجابي. بدل ما تقول هو عنده إيه، قول أنا عندي إيه واحمد ربنا عليه. تالت حاجة، نعم ربنا عليك. كل يوم اقعد وافتكر: أنا بشوف، أنا بسمع، أنا بحس. عدد نعم ربنا واكتبها واقعد فكر فيها. في ناس، في أعمى مشوفش، أنا الحمد لله بشوف. في أخرس ما بيتكلمش، أنا بتكلم. في ما لا قدر الله عنده جلطة، مفيش، بيحسش، مقدرش يتحرك، مقدرش يعمل حاجة، مقدرش يطور نفسه. لا، ربنا سبحانه وتعالى مديني النعمة دي، فالحمد لله. رابع حاجة، قارن نفسك بنفسك. يعني ايه قارن نفسك بنفسك؟ يعني ما بصش لحد، انا ابص لنفسي بس، انا النهارده فين وبكره فين وبعده فين وكمان شويه هكون فين وكمان سنه هبقى فين. هل انا خدت الخطوات الحقيقيه اللي تاهلني ان امبارح اهلتني النهارده ان اكون احسن النهارده في مكان كويس وبكره هتاهلني لمكان تاني؟ اقعد اكتب كل يوم هدف وحطه قدامك، واخر اليوم تعالى انا حققت كام في المية من الهدف ده. طب بكره ليا هدف تاني. ما تسيبش نفسك عايش وخلاص، عيش باهداف. قارن امبارح بالنهارده، قارن نفسك امبارح انا كنت ازاي، النهارده ازاي، بكره ازاي. مقارنتك بنفسك هتفرق معاك قوي، هتعيش حياه فيها نجاح لنفسك. ما تبصش على كل اللي حواليك، كل اللي حواليك لا يعنوا لك شيء، نجاحهم او